ما ينفعش نحضر عرض حلم فرعون وما يكونش معانا نجم ومخرج هذا العرض الاستاذ ابراهيم. اهلا وسهلا بيك وشرفتنا ببرنامج صوره مصريه. اهلا وسهلا بيكم وانا اللي اتشرفت بحضراتكم والله. كلمنا بقى استاذ ابراهيم على عرض حلم فرعون النهارده والمسرحيه بتاعتك الجميله اللي نالت اعجاب المشاهدين النهارده. الله يخليك، اشكرك جدا. اولا عرض حلم فرعون هو عرض كوميدي ولكن اجتماعي. دايما بنعمل العروض بتاعتنا ليها هدف او بنوصل فيها رساله. اتكلمنا على شويه مشاكل اجتماعيه بنقابلها فعلا في الحياه، زي مشكله التعليم، زي مشكله البخل، زي مشكله الدياثه، واللي كتير من الناس ما بتحبش تتعرض لها وبدات تنتشر في مجتمعنا بشكل واضح جدا. ولكن احنا بناخد الموضوع عشان نوصله للناس بشكل لطيف، فبناخد الموضوع بطريقه كوميديه، اللي هو اقدر اوصل لك الحاجه اللي توجعك بس بتستقبلها وانت بتضحك. تمام. يعني النهارده الكلمات الكتابه بتاعت المسرحيه والفنانين كنا شايفين نجوم جداد، هل تعبوك في الاداء بتاعهم او في تجهيزهم عشان يطلعوا بالصوره اللي احنا شفناها دي؟ والله يا فندم بص، هقول لحضرتك على حاجه. اولا انا مؤلف النص، تمام، ولما بيجي لي ممثل جديد او مبتدئ بحاول احطه في دور يقدر عليه، لان انا ما بحبش حد يطلع بدور اكبر منه ويحبط من اول مره او من اول خطوه ياخدها في مجال المسرح. يعني بتشجعهم بدون بتشجعهم. طب حضرتك دلوقتي مفيش مشاكل قابلتك؟ قول لنا على المشاكل والصعوبات اللي قابلتك والمواقف اللي قابلتك اثناء البروفات بتاعت العرض. والله يا فندم هقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا مشكله رئيسيه، ايه هي؟ ان احنا بنعمل شغل المسرح دوت كهوايه، لان احنا بنحب شغل المسرح. فكل واحد فينا عنده شغله وعنده التزامه وعنده مسؤولياته، فبتبص تلاقي حد مثلا مواعيد شغله مش مناسبه مع البروفات، حد تاني بيخلص شغله بعد ميعاد البروفه، حد تالت ساكن بعيد قوي وبيبدا يتحرك مثلا قبل ميعاد البروفه بساعتين ثلاثه. فحاجات زي كده طبعا بتاثر على سير الموضوع، بيكون ابطا شويه. يعني لو قلنا ان كل الناس متفرغه، كل الناس مركزه، انا بعمل العرض في حوالي 3 شهور او 4 شهور. البروفات بتاخد حوالي 3 أو 4 شهور عشان نقدر نوصل لميعاد العرض ونطلع العرض بشكل لائق نقدر نقدمه للجمهور، لان الجمهور السكندري جمهور ذواق جدا. ولكن لو ظروف الناس تسمح ان تتواجد في البروفه كل يوم ومتفرغين للبروفات، العرض ده هيطلع في حوالي 1.5 شهر وهيكون شكله احلى من كده كمان. تمام فندم. كلمنا بقى على الرساله اللي كنتوا حابين تقدموها او توصلوها للمشاهدين. والله احنا اتكلمنا على اكتر من موضوع وكلهم مواضيع رئيسيه ومهمه، بس هنبدا بموضوع القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه احنا خلاص كشعب عربي عامه بدانا نغمض عينينا عنها، وبدانا يعني بالبلدي كده نقوله نسمع ونطنش. بنشوفوا الاخبار بنتوجع ساعتها وبعد كده بننسى. بنشوفوا الاحداث اللي بتحصل، بنشوفوا ازاي الدولة الإسرائيلية بتقدر تعمل كل حاجة بمنتهى البجاحة، وإحنا للأسف مش قادرين نعمل أي حاجة. فحبينا أول حاجة نوصل رسالة إن إحنا لازم نفوق. يعني كنت توصل رسالة لكل المشاهدين إن الاتحاد الاتحاد أو الاتحاد قوة بمعنى صح، يعني كل ما نتحد كل ما نبقى أقوياء. بالظبط كده يا فندم، ودي قالتها الفنانة إلهام سامي في المونولوج بتاعها. قالت خلي بالكم الدور جاي عليكم كلكم، ولكن ساعتها اتحدوا ما تتفرقوش، اتفقوا ما تختلفوش. كلمة بقى حابب تقولها للجماهير اللي ما شاهدتش العرض النهارده وفي اللقاءات اللي جايه ان شاء الله؟ والله انا اتمنى ان كل الجمهور اللي حضر العرض النهارده يكون استمتع وحس ان هو ما ضيعش وقته، وحس ان احنا قدمنا له ماده دسمه قدر يستفيد بيها، حس ان احنا قدمنا له رساله، قدمنا له موضوع مهم، خرجناه من العرض دوت مبسوط وفرحان ان هو شاف ممثلين جداد واقفين على خشبة المسرح بيأدوا دورهم، شاف ممثلين متمكنين. معانا الأستاذ محمد السباعي قيمة وقامة، معانا الأستاذ محمد يحيى، معانا مدام إيناس. الناس ديت ناس قديمة في المسرح وقدموا شغل عالي جدا على مستوى راقي جدا بشهادة كل الجمهور.
الجمهور اللي ما حضرش العرض اتمنى ان يحصل مره تانية نعيد العرض. ناويين تكملوا يعني عرض ده تعرضوه كمان مره تانية؟ والله يا فندم احنا العرض دوت مش هنشتغله في الفتره اللي جايه، ولكن احنا داخلين مهرجان هنشتغل فيه عرض تاني اسمه جريمه تحت الارض، وداخلين مسابقه هنشتغل فيها عرض تاني اسمه عايشين في المولد. العروض اللي بقول لحضرتك عليها دي كانت اتعملت قبل كده، ولكن من العروض القويه جدا 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 اللي نالت استحسان الجمهور السكندري. وايام العرض اللي احنا ايام العرض بتاع جريمه تحت الارض والعرض بتاع عايشين في المولد كان المسرح ارش كومبليت، صاله وبلكونه، وكمان كان في ناس واقفه. متهيألي ما حدش هيخش بالتكدس وبالتجمهر دوت الا لو حاجه كويسه انما عرض حلم فرعون دي كانت ثالث مره نعرضه، ومتهيألي كده كفايه ان شاء الله نبدا نشوف عروض ثانيه. احنا في النهايه بنتمنى لك كل توفيق ومزيد من النجاحات ان شاء الله في اللي جاي، ونشوفك احسن واحسن، ونشوف العروض بتاعتك ان شاء الله احسن وتاخد جوائز ان شاء الله، ونبارك لك عليها في لقاءات ثانيه برنامج صوره مصريه. الله يخليك يا فندم، وانا سعيد جدا بيكم جدا جدا، فرحان جدا بوجودكم، فرحان جدا ان حضراتكم حضرتوا العرض، وسعيد جدا ان انا صورت مع حضرتك. شكرا جزيلا والف مبروك على نجاح العرض. شكرا جزيلا يا استاذ ابراهيم. اشكرك جدا والف شكر الف شكر، ومبروك لكل اعضاء الفرقه. شكرا. اعزائي المشاهدين متابعي برنامج صوره مصريه، ده كان لقائنا مع مخرج عرض حلم فرعون الاستاذ المخرج الكبير الاستاذ ابراهيم. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وانتظرونا ولقاءات اخرى وبرنامجكم صوره مصريه.